السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. احنا النهاردة بقى ان شاء الله كده قبل ما ابدأ اي حاجة، انا لسه جاية من بره اهو بهدومي، مغيرتش ولا اي حاجة. فانا جاية بقى مش عارفة هعمل اكل ايه ودماغي مشغولة. بصوا مش عارفة الاكل ده حيرة كل يوم ومش عارفة. فرسيت ان انا هعمل كشري، فكرت بقى كده انا ايه في البيت عندي موجود ممكن اعمله، لاني مش قادره بجد يعني ايه الف بقى واشتري والكلام ده. فلقيت الحمد لله عندي حاجه الكشري كلها. عندي بقى ايه اوريكم كده معايا بقى كده، عندي الطماطم اهي ماشي والليمون. عندي بقى العدس لقيته موجود، والمكرونه والرز والمكرونه الاسباجيتي والشعريه. تمام، يعني الحمد لله البيت عمران وعندي كل حاجه، مش هشتري حاجه من بره خالص. تمام، وكمان عندي الخل اهو، استنى اقول لكم ازازه الخل اهي. ازازه خل اهي انا لسه ما فتحتهاش، لان انا يا جماعه كل شهر كده يعني ربنا بيكرمني ان شاء الله، اول ما بنقبض بنزل اشتري بقى ايه الحاجات اللي البيت ما يستغناش عنها. ازازتين خل، طماطم. الطماطم دي احنا بنجيبها على طول، يعني مش بجيبها كل اول شهر، بس يعني الحاجات اللي دايما تبقى موجوده في البيت، الرز المكرونه الحاجات دي كلها فدايما بتبقى عندي. فالنهارده بقى قلت خلاص هعمل كشري، ودايما كل ما باجي اجيب حاجه البيت لازم اجيب معاها اللي هي خزين اول الشهر، لازم اجيب عدس اصفر وفول ادمسه وعدس بجبه عشان اعمل الكشري. فالنهارده بقى هنعمل روتين خفيف. انا النهارده مش هعمل لكم وصفه الكشري ولا حاجه، هنعمل بقى روتين خفيف مع بعض كده. هنعمل الكشري، نظبط مطبخنا، نشوف حاجتنا فيها ايه نعملها. فيلا بقى تعالوا معايا بقى في الفيديو بتاعي، ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. قبل ما اغير بقى هدومي ولا اي حاجه، احط ميه للمكرونه، وهغسل العدس واحط له ميه برده عشان يتسلق. والاول هسلق المكرونه، لان انا ما بحبش اعمل كركبه كتير في المطبخ، يعني هسلق المكرونه هنا، وبعد ما اسلق المكرونه هروح عامله الرز بالشعريه هنا واحط عليهم العدس، والحله دي هسلق فيها العدس، وبعد كده اروح عامله فيها الصلصه. بس كده، مش هوسخ حاجه، ومش هعمل بصل ولا حاجه، لان البصل بقالنا مده كده كل ما بعمل البصل مع الكشري بعد ما بناكله بنحس ان في حاجه حاميه قوي كده. ما بقتش اعمل بصل، فبناكله كده بيبقى حلو برده ولذيذ، ما فيهوش اي حاجه. البصل يعني ما بيأثرش فيه قوي. نخش بقى على الفيديو بتاعنا ونشوف كده، نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا حبايب قلبي بقى، اول حاجه عملتها انا مسكت العدس نقيته وغسلته وحطيت عليه ميه. انا هسلق العدس في الحله دي، تمام، والحله دي كده انا حطيت فيها ميه للمكرونه اللي انا هسلقها فيها. اجي هنا بقى كده، انا لسه فاتحه كيس الملح ده دلوقتي بقى عشان جايه من الشغل مستعجله بقى، مش قادره اوضب وبقالي كتير ما عملتش معاكم حاجه. دي كده مقدار معلقه، انا ببقى عارفه المقدار بتاعي اما بنزل كده. اللي مش هيعرف طبعا ياخد بالمعلقه، بس انا عشان مستعجله احط دي بقى كده. عندي هنا كده الميه احطها اهي، دي بتاعت المكرونه، ودوت العدس كده يا جماعه. تمام، نغطي كده على حاجتنا عشان تغلي. بصوا بقى، هاخد الطماطم بتاعتي دي اغسلها ماشي، بس كده حاجه ايه نغسل فيها كده. انا يعني عامله كيلو طماطم، ده كيلو طماطم يعني يا جماعه ماشي. هبدا ان انا اغسل الطماطم بتاعتي اهي. بصوا يا جماعه بقى، نقطع الطماطم بتاعتنا كده. في حاجات بقى كده سريعه احنا بنعملها اول ما بنيجي من الشغل، مش معنى انك انت بتشتغلي يعني تاثري في حق بيتك او في حق اولادك او تاخريهم عن ميعاد غداهم او كده. لا، انا اول ما بخش كده الحاجات اللي هي السهله اللي انا ممكن اعملها ما فيهاش غسيل مواعين ولا حاجه بعملها. يعني اضرب شويه قوطه، اسلق المكرونه، احط ميه للمكرونه تتسلق، وبعد كده اخش اغير هدومي بقى واصلي المغرب وكده، وبعد كده نيجي نكمل مطبخنا ونكمل حاجتنا. بصوا يا جماعه، دايما بخلي كيس بلاستيك جنبي كده وانا بوضب حاجه الغدا وكده، عشان او بعمل اي حاجه يلم لي اي حاجه معايا. تمام، بس كده كفايه كده. حبه الطماطم دول حلوين قوي كده، احط عليهم شويه ميه بس عشان يتسلقوا معايا على طول على طول. ونشوف بقى، هروح اغير هدومي، اضرب الطماطم واروح اغير هدومي واجي نكمل ونصلي طبعا اهم حاجه، واجي اكمل. بس انا قلت ايه الحاجات اللي تعمل سريع سريع عشان ما اضيعش وقتي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، العدس اتسلق معايا وصفيته. هنا بقى هاجي في الحله اللي عملت فيها العدس انزل فيها بشويه زيت كده. بصوا، واخد التوم بتاعي اهو كده اهو، بسم الله. انا قبل كده عملت لكم طريقه الكشري بالتفصيل، ده روتين كده خفيف احنا بنعمله مع بعض. يعني انا بوريكم زي ما احنا ايه
اي واحده فينا بتعمل في بيتها يعني في اي وقت. انا غيرت كده هدومي واتوضيت الحمد لله وصليت المغرب. ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. انزل بس التوم بتاعي ده كده اهو. نروح حاطه هنا بقى التوم بيحب بصوا دي كزبره ناشفه، حطيت بقى كده بكتر الكزبره شويه في الكشري، اقلبهم كده مع بعض. بس انا ايه عايزاهم يحمر كده. بصوا بقى على ما يعمل هنا كده، على ما هو يتحمر شويه ابدا اعمل الدقه بتاعتي كده. التوم انا مقشراه وحطاه هنا يا جماعه ماشي، ما تقولوش بتعمل ايه. بصوا بقى ايه، هعمل لكم شويه كشري تحفه. تمام كده تمام كده. الريحه بقى مش قادره اقول لكم ريحتها طالعه حلوه قوي. هحط هنا بقى شويه كزبره ناشفه برده اهو، واروح حاطه حبه خل. دي الدقه بتاعت الكشري يا جماعه. اروح جايبه المعلقه كده حاطه معلقتين صلصه اهو. بعمل الدقه قدامكم يعني التوم والكزبره الناشفه معلقتين صلصه كده، معلقه كده بس مكترش قوي ملح. هعمل ايه بقى تاني؟ عندي اجيب بقى شويه ميه اهو كده على حسب بقى ايه انا عايزه قد ايه ميه اهي عندي كده. خلاص الدقه جهزت معايا. في يا جماعه بقى بزود شويه ميه كمان، في بيحمروا التوم الاول يعني بيدوا التوم تحميره وبعد كده يطشوا الخل ويحطوا له الميه وكده. ده بيبقى حامي قوي قوي يعني محدش يستحمله بجد، بيبقى صعب شويه كده. التوم بتاعي هنا احمر اهو، اطشه شويه خل ماشي. اسيبه ياخد ويدي كده حبه صغننين مش كتير، ياخد ويدي بشكل ودي. وابدا ان انا احط الصلصه بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم. الصلصه هي الطماطم اللي انا ضربها المعصور تمام كده. بصوا بقى وقعت هنا ازاي، همسحها دلوقتي حالا. بصوا بقى اجيب هنا كده معلقتين من الملح حلوين كده. انا حطيت كزبره خلاص معاها، ده الكمون. مفيش اي حاجه اكتر من كده. دي الشطه دي بقى حسب الرغبه ماشي. اقلب بقى الكلام ده كله كده ببعضه كده. انا خلصت الصلصه معايا وكمان خلصت الدقه تمام. انا لسه هنا الدقه بقى ما حطيتلهاش بقيه التحابيش بتاعتها، في شويه حاجات تانية هنحطهم عليها. اغطي هنا بقى الكلام ده كله. اجي هنا على المكرونه بتاعتنا اهي، اسلق المكرونه. مش هاخد المكرونه دي كلها يا جماعه، المكرونه دي كتير لان انا مش عايزه اعمل كشري كتير. نعمل شويه ايه دوبك بسيطه كده بس. في ناس بقى عايزه تقسم تخلي المكرونه تخليها، انا بكسرها. بصوا اهو المكرونه بتاعتي. صلوا بقى كده على الرسول عليه الصلاه والسلام. بصي وقالت شويه المكرونه. انا مش هعمل مكرونه كتير ولا حاجه حاجات كده، لان لما بتعملي المكرونه على الرز على الشعريه انا ما اعرفش ايه تلاقي الدنيا ايه مالت معاكي قد كده بس كده. شوف هنعمل ايه تاني. بصوا يا حبايب قلبي انا سلقت المكرونه خلاص وحطيتها تتصفى بقى وكده. عندي هي مكان الحله بتاعت المكرونه. قلت لكم مش هوسخ حاجات كتير. ده الشعريه بتاعتي الزيت بقى كده. بصوا يا جماعه انا جايبه شعريه سايبه وجايبه مكرونه سايبه وكده. احنا عندنا العلاف اللي جنبنا هنا حاجته بتبقى حلوه قوي يعني ايه تجيبها وانت مغمضه زي ما بيقولوا، جودتها عاليه وبتبقى نظيفه قوي وحلوه. هنا الشعريه عشان تتحمر معايا بسرعه بحط لها شويه ملح تمام. ابدا بقى ان انا اقلبها كده كده. في بقى شويه حاجات اقول لكم عليها دلوقتي وانا شغاله، سيبها بس هي تتحمر كده مع نفسها. عندي هنا كده بقى ايه، اجي كده بس كده اجيب الرز كده. بصوا بقى يا حبايبي هنا عندي الدقه خلصت. هعمل ايه بقى بعد ما انا حطيت لها الاول الخل والثوم والكزبره والكمون والملح تمام. هبدا كده اجيب الليمون اعصره معايا اهو كده بعد ما طفيت عليها بقى. انا خلاص كده مش هولع عليها البوتاجاز تاني خلاص كده. اعصر دي بسم الله كده واعصر الثانيه. عندي كده بقى والشعريه بتتحمر. ما اقفش قدام الحاجه ان انا استنى لما تخلص، لا ابدا ان انا ادور على اي حاجه تانية اعملها وانا شغاله عشان ما اضيعش وقتي بس كده. كده الدقه جهزت معايا تمام التمام. اركنها على جنب. انا بقى عايزه اعمل الشطه. هجيب بقى شويه زيت كده. في ناس ممكن تحط الشطه على البوتاجاز وتحط عليها زيت وتسيبهم يتحمصوا. دي برضو يا جماعه من ضمن الحاجات اللي بتخليكي تحسي بحمو جامد قوي في الكشري.
يعني الناس تقعد تقول لك انا باكل الكشري يحصل حموضه نتيجه ان البصل بتحمريه وتاخدي الزيت بتاعه تحمري فيه تعملي فيه الرز، وتاخدي الزيت بتاعه تعملي فيه الشطه، فده اللي بيعمل حموضه يا جماعه، انكم تحمروا الدقه وكده. بصوا هي كده الشطه جهزت معايا اهي تمام. بصوا بقى شطه جميله جدا اهي. بصوا لما بنسيبها شويه بقى تلاقوها تقلت كده مع بعضها قوي، فيها الطماطم بتاعه الكشري انا ما بضربهاش قوي، بس حسي ان فيها حتت كده زي المحلات ما بتعمل. بصوا بدات معايا كده، كل ما تقلبي كل ما هتلاقيها تقلت معاكي. بصوا كده خلصت الدقه، خلصت الشطه، خلصت الصلصه، نغطيها وبعمل الرز، وخلصت المكرونه بعمل الرز هنا بقى انا بحط الشعريه اكتر من الرز، لان الكشري بيبقى الشعريه بتاعته اكتر، حتى لما نجيبه من بره بتبقى الشعريه بتاعته اكتر. نشوف بقى يا جماعه نعمل ايه تاني مع بعض. بصوا حبايب قلب بقى انا حمرت الشعريه وحطيت عليها الرز. عندي بقى العدس اهوت، العدس بصوا شكله عامل ازاي، انا ايدي نضيفه على فكره يا جماعه. سلقه نص سلقه، يعني اديته غلوتين كده وخلاص، هكمل سوا بقى مع الرز. في ناس بقى بتاخد ميه العدس تسقي بيها الرز، غلط يا جماعه. الرز اديله نص سلقه وخديه وارمي ميته وخديه سويه كده. بصوا تمام كده، يعني بصوا هعمل لكم شويه كشري بقى تحفه من الاخر. هبدا بقى ان انا اقلب بقى الكشري العدس والرز دول مع بعض. بصوا حبايبي اهو العدس والرز هما مع بعض هما الاثنين. هبدا ان انا احط الميه بتاعتي اهي كده، واحط الملح وعايز شويه ميه كمان على فكره. تمام. الملح طبعا دوت مش محتاج انك انت مثلا اختراع، انت بتعرفي تظبطي ملح حاجتك يعني. بصوا وازود الميه كده بس خلاص كده الكشري بتاعي خلاص شكرا. اسيب بقى الكلام ده لما يغلي كله في قلب بعضه كده، وبعد كده نقدمه. طبعا نبدا ان احنا نتغدى مش نقدمه. الم بقى الحاجات بتاعتي دي اغسلها واظبط مطبخي كده على ما الرز بتاعي يستوي. خلاص كده انا خلصت الكشري بتاعي كله يا جماعه وكله تمام. بصوا حبايب قلبي بقى المكرونه هي اتسلقت معايا. المكرونه بعد ما نسلقها بنلاقيها ماسكه ببعضها كده، شايفينها عامله ازاي. احنا بقى نجيب شويه زيت كده زي الشطار، بس زيت من الازازه يا جماعه، من جوه الزيت بتاع بصل ولا زيت بواقي الاكل، عشان الحاجات دي كلها بتعمل الحموضه. اهو كده حطيت شويه زيت عليهم ونقلب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا مجرد ما تحطوا الزيت عليها تلاقي الدنيا ايه فكت معاكي. بصوا ايه رايكم بقى، شويه الزيت دول مجرد ما حطيتهم خلاص المكرونه فكت معايا وبقت في منتهى الجمال اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهي انا مصفياها وحطها على طبق كده. بصوا اهي ايه رايكم بقى. محلات الكشري بتعمل كده على فكره، بس للاسف بتعمل بالزيت اللي طالع من البصل، ياخدوا زيت البصل ده يعملوا بكل حاجه، عشان كده بيبقى فيه الحموضه اللي احنا بنحس بيه. تمام. نشوف بقى احنا هنغسل مواعيننا ونظبط مطبخنا على ما الاكل بقيه الرز يستوي وبقيه حاجتنا تخلص. كده بقى حبايب قلبي انا فرشت المنشفه بتاعت الحب بتاعتي. هبدا بقى اغسل الحاجات اللي انا استخدمتها، اي حاجه عندي. دي الشنطه كده اللي انا بحط فيها اي حاجه تقابلني باينه كده. بس اغسل بقى الحاجه بتاعتي كده. بصوا بقى على ما الرز يستوي كده انا خلصي. بصي اللي انت استخدمتيه كده ده اغسليه ونضفي مطبخك اول باول. هتخلصي مش هتلاقي اي حاجه عندك، ولا هتلاقي بقى كركبه، ولا هتلاقي حاجه في الحوض، ولا هتلاقي اي حاجه من الكلام ده كله. هتلاقي مطبخك وحاجتك نضاف زي الفل. خلصتي اكلك، مطبخك نضيف، خارجه من المطبخ نضيف. هتلاقي ايه بقى تريحي، ما يبقاش وراكي حاجه. تشوفي بقى عيل تذكري له شويه غسيل تنشريهم. برضو انتوا لو عندكم مثلا غسيل ولا حاجه يا جماعه شغلوا الغساله برضو وانتوا شغالين كده، بحيث انك تخلصي حاجتك كلها مره واحده. يعني مثلا الاكل اللي بتعمليه في نص ساعه او ساعه، في نص ساعه والساعه دي نكون غسلنا مواعيننا ونكون غسلنا هدومنا وعملنا كل حاجه، يبقى المجهود بتاعنا كله او مجهود بيتنا كله يبقى هي الساعه دي. فاهمين قصدي ايه؟ عشان في رز كده بس. يعني انا مثلا الكشري ده هياخد مني ساعه، مع ان هو ما خدش ساعه يا جماعه والله، خد حبه قليلين جدا. هياخد مني ساعه، الساعه دي بقى اكون غسلت المواعين وشغلت غسلتي وخلصت حاجتي، يبقى شغل البيت كله خلصته في ساعه. مش هعمل الكشري وخلص، او اعمل الاكل وخلص ايا كان نوع الاكل، وارجع ان انا ادور اغسل المواعين واظبط حالي تاني.
خلاص انا شطبت الحوض بتاعي وروقت مطبخي. هي شويه الحاجات البسيطه دي بس اللي استخدمتها. وكمان كده خلصت الكشري اهوت، بصوا غرفت اهوت. هبدا ان انا بقى نروح نتغدى. وبعد كده لا مش هنعمل ده كده، انا عامله تاني. لا تفتكروا ان هو ده نتغدى بيه كلنا. هروح بقى نتغدى ونيجي بقى اعمل كوبايه شاي لنفسي واوريكم بقى بعد كده هنعمل ايه. انتظروني. كده بقى يا حبايب قلبي خلاص احنا الحمد لله اتغدينا وغسلت مواعيني ونضفت مطبخي وخلصت كل اللي ورايا. من حقي بقى اخر اليوم كده بعد ما تعبت اعمل لنفسي كوبايه شاي، اكافئ نفسي بقى كده، ان احنا بنتعب يا جماعه فلازم نكافئ نفسنا. فكده عملت كوبايه شاي بقى مظبوطه اقعد اشربها كده، واخد معاها واحده بنادول عشان حاسه بصداع شويه. ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم، يكون الروتين بتاعي النهارده عجبكم، واقول لكم اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.